مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج موضوعنا اليوم. أنا دنيا عبد راح أكون وياكم. موضوع اليوم شلون تقدر تسيطر على نفسك من تتعصب، أو هل هو مأثر عليك صحيا أو سلبيا؟ تعالوا خلينا نشوف آراء الناس. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ الحمد لله. حابة أسألك، إذا تعصبت شو تسوي؟ ما اسوي شيء لان انا ما اتعصب. ماكو إنسان ما يتعصب بالحياة، كل إنسان يعني لازم يجي حالة يتعصب بيه. فإذا تعصبت كلش وصلت مرحلة فقدت شو تسوي؟ اروح اقعد وحدي عادي، بس ما اتعصب لحد هسه ما متعصب. عمرك ايش قد؟ 26. 26 سنة ما متعصب أبدا بحياتك؟ ولا فد يوم إجاك موضوع أو مشكلة خلاك إنه تتعصب؟ لا الحمد لله. الحمد لله، أنت شخص نادر. شكرا. أريد أسألك، إذا تعصبت شو تسوي؟ والله اذا تعصبت شو اسوي؟ هاي سؤال صعب شويه. اكو يكسر غراض، اكو ما يكسر غراض، اكو يقعد، اكو يحكي، واكو لا شويه يستهدي بالرحمن، اكو لا ما يستهدي بالرحمن، يعني اكو شخص عن شخص يفرق. اي أكيد كلامك صحيح. صار موقف بحياتك تعصبت بيه هواية، يعني هذا الموقف أثر عليك سلبيا؟ لا لحد هلا لا متعصب، بس ما صار بيه موقف يعني شلون متورط بشيء لو متعصب اكثر. لا بس متعصب، بس يعني شلون تقولين ماخذ حدودي، اعرف لحد وين واقف. اي حلو. عاشت ايدك. الله يخليك. او صاير مثلا فت يوم من الايام تعصبت كلش هوايه، ما طلعت هذا العصبيه اللي بداخلك وتؤثر عليك صحيا؟ اي صاير ويا، بس من اتعصب ما اروح للشارع، يعني لو ما اطلع برا ما اطلع بالناس، اطلع بنفسي احسن. لان ليش واحد غيري يتضرر؟ لا نفسي انا اتضرر احسن. أي. تمام، عاشت ايدك. الله يخليك. العفو. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ والله الحمد لله. اذا تعصبت شو تسوي؟ ما اتعصب اني. شلون ماكو انسان ما ما يتعصب؟ اتعصب، قليل كلش اتعصب. هذا القليل. كل انسان يعني اكو اطباع يتعصبون كلش هوايه، اكو اطباع لا وسط ما يتعصبون، اكو يعني حسب. اذا تعصبت شو تسوي؟ اذا تعصبت شو اسوي؟ اقعد لوحدي. اذا حيل صدق تعصبت اقعد لوحدي. الله طلع حبيبي. تمام. بعمرك تعصبت وهذا التعصب كان يعني أثر عليك سلبيا؟ لا. ما خسرت أحد أو ما قدرت تحل مشكلة بسبب التعصب اللي بداخلك؟ لا. ما اتعصب. ما تعصبان؟ اتعصب. ابد يعني. ابد. تمام. فد يوم إذا إجا موضوع أنت تتنرفز منه، أنت نادرا تتعصب، ولكن إجا هذا الموضوع اللي أنت تتنرفز منه، إذا إجا شلون تتعامل وياه؟ شلون اتعامل وياه؟ اشوف شو يحتاج، اذا يحتاج عصبيه اتعصب عليه، اذا ما يحتاج عصبيه ما اتعصب. شوف أنت قلت أنا ما أتعصب، ولكن هسه تقول إنه مو اكو امور تحتاج، لان اكو امور اذا ما تعيطين عليه، ما تتعصبين عليه، ما يجر عدل. صح. أنا شنو قلت همينة؟ قلت يعني الإنسان أكو بطبيعته ما يتعصب، بس لازم أكو مواقف تتعصب بيه. أنت قلت ما أتعصب، بس طلعت شوف عندك ما يعني. حسب الحاجة. إي أكيد حسب الموقف. اي حسب الحاجه. اي اذا واحد يحتاج يتعصب لازم يتعصب، لان اكو ناس من تتعاملون وياهم بهدوء ما يفيد. أوكي، العصبية أثر عليك صحيا؟ لا. وين؟ تمام، شكرا عشان. هلا عيني، عفوا. إذا تعصبت شو تسوي؟ والله كل إنسان معرض لهذا الموقف إنه يتعصب، فأحسن شيء يتوضأ ويصلي ركعتين تهدأ نفسيته. عاشت إيدك. حياتي. خالة، إذا فد يوم من الأيام يعني إذا يعني فد يوم متعصبة وهذا التعصب مأثر عليك سلبيا؟ أكيد إيه، لأن بحالة عصبية إنسان يفقد أعصابه، يعني ينهار، يعني يتصرف تصرفات مو على إرادته، يعني خارج عن الإرادة. أو فد يوم تعصبتي سكتي وأثر عليك يعني بصحتك؟ أكيد كل ما سكتي وهضمت العصبية فراح تأثر على نفسيتك حتما. صحيح. فد يوم تعصبتي وخسرتي يعني شخص بسبب هذا الشيء؟ لا الحمد لله ما صاير شيء.
سلااو سڵاو سەر چاوەکەم سپاس ئەگەر تووڕە بی چیەکەی کاتێک کە تووڕا بم زوو هەوڵە دەم تەنها بم بە تەنهایی تووڕەبوونەکەم سار دەبێتەوە بەڵێ ڕۆژێک لە ڕۆژان تووڕە بوویتە بەهۆی تووڕەبوونەکەتەوە کەسێکت لە دەست داوە لە دەستدا نا بەڵام دڵیم ڕەنجاندووە بەڵام هەموو شتێکم کردە بۆەوەی بێنمەوە تەنانەت شتانێکانی کوردەواری ئەڵێ مناڵانە بۆەوەی بهێنمەوە تا بزێ پێکەنین بکەمە سەر لێوی بەس لە دەستدان الحەمدولا کەسم لە دەست نەداوە بەڵام دڵی ڕەنجاندووە بە ڕۆژێک بە چەند کاتژمێرێک هێناومەتەوە باشە هیچ کاتێک وا زۆر تووڕە بوویتە لە ناخەوە کە یعنی لە تەسیرکە لە سەحەتت نا تووڕەبوون تاسی لە سەحەتت ناکە بەڵکو وات لێکە بەرامبەرەکەت تێک بدەی ینی تووڕەبوون هۆکاریە لەوەیە لە کارێک بێ خۆت ئەیکەی هەڵە بێت تووڕە بیت لەوەیە بەرامبەرەکەت کارێکت پێ بکات تووڕەبی لە بەرامبەرەکەیە بەڵام بەگشتی تووڕەبوون باش نییە ینی چەندێ ئارام بیت و چەندێ لەسەر خۆ بیت ئەوەندە باشە بەڵام ئەگە کەسێک زۆر زۆر تووڕە بێ ئەگەر قسە نەکە لەوانەیە ینی بزان تەسیرەکە یان لە سەحەت ڕاستەکەی ئەوە کەوێتە سەر کەسەکان کەسانێکیان بەسەبرن یعنی ئەڵێ ئیسا با بڵێن کوردەواری لە کەس بە ماس خۆی ناڵێترشا وەسف خۆم ناکەمەوە بەڵام ئەڵێن خۆم شخصیان بەسەبرم باشم یعنی ئەڵم قەیناکە بە خەفەتەکە خۆم بیخۆم باشترە لەوەی بە بەرامبەرەکەم بیرشێنم بەڵێ دەست خۆش بە زۆر سپاس ئەوەکەم بەڕێزە مرحبا مرحبا حياتي شلونك؟ الحمد لله تسلمين إذا تعصبتي شو تسوي؟ والله ما عموما يعني ما اتعصب هالقد بس اذا اتعصب يعني اصيح اعلي صوتي بس ما اتعصب هالقد اوكي فد يوم تعصبتي واثر عليك صحيا؟ اي نعم اغلب المرات من اتعصب لين اكتم فيأثر علي. اوكي هل تعصبتي فد يوم وخسرتي شخص؟ لا اذيتي شخص؟ لا لا ما جرحتي مشاعر احد؟ لا اذا اسكت يعني اذا اتعصب لهالدرجه اسكت احسن. عاشت ايدك حبيبتي تسلمين عاشت ايدك. اجي عصبي وصوني دسا عصبي وسم والله قجا قرام سايرة قرام دنیا ne valla vururum çok alim ağırdı ha valla. Hiç bir kere çok asabi olupsan sıhhat ve tesir etsin? Yok hamdolsun ama hellaşmış. Kimsenin gövlünü kırıpsan onca asabi olupsan bilmeyip sen ne diysen? Kırmışım çok gel maalesef. Tamam nece iyi desen bunu? Valla işte nedametten bir müddet sonra nedamet edesen mozart. Zaten edebilirsen iyi desen mevkifi. İşte sonradan özür dilersen bes بعد فوات الأوان. Hiçbir gün düşünmedi böyle çok asabi olasın bu zararları sonradan gelir. Niye desen hatta bu olmasın? İşte bir kez oturarsan o uzak olasın o zaten. Ha. Hangi kaçmak da o hastadan yani. Şicardan koydu yağın. Ha. Özü uzak edesen. Ha onca. Sağ ol. Gözüm abla. Eğer tura bir şey هیچ ناکەم دڵم سارد احتیاجیە تووڕە نابم احتیاجیە هەر ئینسانێک و هەر کاتێک دێت و ڕابێلی هیچ کاتێک تووڕە بوویتە تەسیری کردو لەسەر سەحەتت تووڕابم بەس ناکەتە ئەو حەدەی کەوا گەورەتر بێت احتیاجیە دڵم سارد یەکسەر هیچ کێشە نیە چیڵی بۆ کەسانێک کە زۆر تووڕابن ترە بێ کە تووڕا بێ خۆت بگری نابێ بگەیتە مەرحەلەیەکی زۆر تووڕە بە یان شتێک گەورەتر بکەیتەوە لە شوێنی خۆت ساردی بیتەوە باشترە نێلی گەورەتر بێت تووڕە بوون تۆڵی کەسێکی تووڕە نابم بەڵام ئەگەر مەشاکلێک ڕۆژێک شتێک کاتە پێشەوە ئەو مۆزەعە تۆی زۆر بێزار کرد واتی لێ کرد تووڕەبی و ئەو منفعلبی سار دەبمەوە خۆم لەتماتکە سار دەبمەوە ناڵم زۆر گەورە بێتەوە دڵی مناو هایە تووڕابم مەزانم گاتە مەرحەلەیەک زۆر گەورەتر بێت مەجال ئەشت بوونەوەی تیا هێڵە بەڵێ هەرە وەڵڵە بەڵێ أسوأ الناس خلقا هم الذين إذا غضبوا منك نكروا فضلك وفشوا سرك ونسوا عشرتك وقالوا عنك ما ليس فيك أجر تربي تشيكي تووڕەبم دام بە خۆماگرم بس هر مكس هر جربجر ترابي تووڕابم بەس دوای زوو پەشیمانە بمەوە هەرەو دەقەیە هیچ کاتێک تووڕە بوویتە زۆر زۆر یان تەسیرکە لەسەر سەحەتت وەڵی تووڕە بوومە بەس
طبعا تاثيرك ترابون زور خرابه هر سنه ترابي دوای دی پشیمانه و بیاگە بۆت بکرێت توڕ نەبی باشە چیڵی بۆ کەسانی کە زۆر تووڕابن وڵای داوایان لەکەم کە تووڕە نەبن کە تووڕەش بوونی تر دام بە خۆیان نابگرن تووڕەبوون زۆر خراپە هەموو شتێ لە تووڕەبوونەوە بێت چەنێ لەسەر خۆ بوو هێمن بی باشترە دەست خۆش بێت. زۆر سپاس شلونك؟ هلا بيك إذا تعصبت شو تسوي؟ اضحك يعني جديات لا يعني كل إنسان يتعصب، إذا تعصبت شو راح تسوي؟ لا اكسر كل شيء لا اذا تعصبت على من للبيت اطلع من البيت وهاي هي اعوف هاي المكان اللي انا تعصبت بها تمام. بعمرك تعصبت يعني لدرجة إنه تأثر على صحتك؟ طبعا اكيد هو العصبيه هسه انا جاي عندي مريض عنده ضغط عصبي من الشغل مأثر على عينه وهسه انا رايح على دكتور غزوان المعروف بكركوك هل العصبية مأثر عليك سلبيا؟ يعني خسرت ناس بسبب إنه تعصبت هواية؟ لا انا مو عصبي بس هاي دا احكي لك كواقع حال العالم شكرا. اهلا وسهلا مرحبا. مرحبا اهلا وسهلا. شلونك؟ اهلا وسهلا. إذا تعصبت شو تسوي؟ والله شو اسوي؟ اذا جويدي ما يشرب مي واقعد شو اسوي؟ أوكي. أنت إنسان متعصب أو؟ لا الحمد لله. تمام. إذا شو تقول للناس اللي يتعصبون هواية؟ والله هاي الشغله يعني مو زينه بس هي مو بيدك اذا بعد مرات تتعصبين مو بيدك هاي حاله يعني يجي منه وبيك يعني مو تقولين. شفت شخص بيوم تعصب كلش هواية خسر اللي حوله؟ اكيد هوايه مو بس تقولين واحد اثنين هواي شايف. ما دام انت شخص قليل التعصب يعني انت تكتم العصبيه مالتك، هذا الشيء مأثر عليك صحيا؟ لا الحمد لله صحتي كلش عاليه. شكرا. اهلا وسهلا. اذا تعصبت شو تسوي؟ لا أنا مو عصبي الحمد لله زين. يعني لابد فد يوم يجي موقف وتتعصب منه، شو راح تسوي؟ فإنسان يصبر أحسن. شلون ما كان؟ لا الحمد لله شلون ما كان أنا شوية مو عصبي هذا. العصبيه مأثره على صحتك؟ إيش شلون ما كان والله يتأثر على قولون على أفكارك شلون. بيوم من الايام تعصبت كلش هوايه وخسرت احد، يعني كلامك كان جارح؟ إيش شلون. نعم. اي مرات انسان يتعصب الشيطان يعني يصير شويه يسيطر عليه. مرحبا. اهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله. انت شخص عصبي ولا مو عصبي؟ والله حسب بس مرات عصبي. اكيد. اذا تعصبت شو تسوي؟ مرات اصيح اكسر اهم شيء الصيحه يعني. تطلع اللي بداخلك. اي والله اهم شيء. وبعد الصيحه مرات ابكي اتندم لو هيجي. العصبيه اللي بداخلك مأثر على صحتك بيوم؟ بلي ياثر على قلبي والله. اوكي. بعمرك جرحت احد لين كلش تعصبت؟ يمكن هواي يمكن. اكو موقف ببالك تتذكره سويت كذا وصارت هيجي؟ لا انا قلبي طيب مرات انسى ورا العصبيه انسى اللي بقلبي اطلعه وبعدين انسى واتندم. اجي عصبيه وصوني دسر. شو شرم؟ ها؟ اجي وشاغو عصبيه سسان ندس نيوزيلاند. والله هي برشي تمام. هطور هذا لم. ايه تمام ده بيتي. نصيحات ورم يعني. هطور ده نصيحات بس بدأ اثناء عصبي الغوله. صراحه هطور ده شو تقوله؟ Hiç bir gün asabi olupsan çok sıhhatine tesir etsin. Tamam. Bir gün olup önce asabi olupsan bir tane yani şey edipsen mesela gevlin kırıpsan او bir şey böyle. Oldu ha, oluptu. بس yok çok yani oluptu. Sonra تندم etmiş yani başarıda. Sağ ol. Sağ olasın. خالة إذا تعصبتي شو تسوي؟ والله اتعصب اللي يجي قدامي افرغه بيه. أنا عصبية كلش، شلون عرفت تسوون لي قامة معايا؟ عمو شلون الخالة شلون تتعامل وياك؟ والله الحمد لله. عصبية كلش؟ لا مو هالقد. والله عصبية. خالة إذا تعصبتي شو تسوين؟ والله أحكي أفرغ بعدين
قلبي صافي. اعتذر هوايه. خالة، العصبية بيوم من الأيام مأثر على صحتك؟ اي والله تاثر علي. شوف يعني شيبت. اي والله مو زينه، بس هاي من الله. بالفعل والله من الله. الواحد اذا عنده تحمل من الله، اذا قليل التحمل هم من الله. فد يوم من الأيام تعصبتي كلش هواية بحيث جرحتي مقابلك؟ اي على طول. اي والله بعدين اعتذر. اي والله الانسان مو بيده. اي والله مو بيده. شنو نصيحتك للأشخاص اللي يتعصبون هواية؟ والله شنو نصيحتي؟ أنا عصبي. شنو الشيء اللي تشوفه يسووها زين حتى ما يتعصبون؟ والله ايش قلت؟ يعني أنا من أتعصب مرات يعني أترك مكان، يعني أروح غير مكانه حتى يعني ما يصير إيه حتى أنساه. يعني أنا أعتبر هذا زين، يعني هاي الطريقة. بعد ما أدري. عاشت إيدكم. حياتي تسلمون، الله يوفقكم. حياتي. وصلنا لنهاية حلقتنا وياكم، وحابة أقول لكم صح مرات أنه نتعصب على شغلات حتى تكون إلى تأثير، ولكن كل شيء زيادة عن اللزوم إلى ضرر، يعني كل شيء زيادة عن حده ينقلب ضده، فلازم الإنسان دائما يخلي حد أنه يقدر يتراجع عليه، ما يتعصب لدرجة أنه يخسر صحته أو يخسر الناس اللي حواليه. وإلى هنا ينتهي مشواري، والتقيكم بحلقة جديدة، ومع السلامة.